إيلون ماسك متهم بالشروع بقتل 14 مليون إنسان. تخيل معي، في ملياردير قرر يوفر، وبهيك توفير ممكن يبلش أكبر جريمة جماعية بالتاريخ المعاصر. مش مجرم حرب ولا ديكتاتور، لا، الرجل هو إيلون ماسك اللي فكر حاله ايرون مان. كيف وليش وفعليا هل ايلون ماسك متهم بالشروع في قتل 14 مليون انسان؟ هلا صار وقت نرش على عفان كلور. ايلون ماسك العبقري الرائد المخترع الملياردير الكوميكس الحي، بس كمان صاحب اغرب قرارات القرن. ماسك اللي بيطلع كل يوم بفكرة جديدة، مرة بده يعمل قطار اسرع من الصوت، ومرة بده يزرع شريحة بعقولنا، ومرة قرر يوفر شوي. والله بده يوفر، قرر يعمل توفير من ميزانية وكالة التنمية الدولية الأمريكية، وكالة اسمها وسايد، موجودة من 1961، يعني أقدم من تواريخ ميلاد نصف العالم. ماسك من خلال تأثيره الإداري والمالي وتقربه من الدوائر اللي تأخذ القرار ساهم بتفكيكها، والنتيجة تقارير بتحكي ممكن 14 مليون إنسان يموتوا خلال 5 سنين بسبب هيك قرار. يعني إذا في شيء اسمه جريمة اقتصادية إبادة ببطء، فهي اللي عم نحكي عنها. خلينا نفهم القصة من أولها. وكالة التنمية الدولية الأمريكية وظيفتها دعم الفقراء، تأمين لقاحات، تحسين نظام الصرف الصحي، تعليم ومشاريع تنموية بدول العالم الثالث. ببساطة كانت تساعد الناس انهم ما يموتوا. بس القرار اللي ساهم فيه ماسك هو انه نحن ليش نضل نصرف على الفقراء؟ خلي السوق يحلها، اقتصاد حر، خليهم يطلعوا يفتحوا ستارت اب ويبيعوا مش. وهون بلش الانهيار. تقارير من منظمات صحية وإنسانية بتحكي إن وقف الدعم هاد رح يسبب موت ملايين بسبب توقف برنامج التطعيم، الجفاف، أمراض الإسهال، سوء التغذية إلى آخره. بس أهم شيء عند ماسك إنه وفر كم مليار. هون لازم نحكي شو دخل ماسك فعليا. ماسك صار عنده تأثير مباشر وغير مباشر بسبب مكانته بوادي السيليكون. كل شيء فيه صار يحكم العالم، الذكاء الاصطناعي، الاقتصادي، السياسي، حتى الأخلاق. الفكر الموجود عند ماسك وأمثاله هو إنه الإنسان مش مهم، المهم الكفاءة. ليش أعالج فقير؟ خليه يموت والكوكب يرتاح، المهم نروح على المريخ، مش نحل المجاعة بإفريقيا. وهون صار عنا حالة عباقرة بلا قلب. كب لايك على الفيديو وتعال نكمل. بحسب تقارير المنظمات 14 مليون إنسان ممكن يموتوا خلال 5 سنين إذا توقف التمويل. الأطفال إذا ما أخذوا لقاحات هذا يعني رجوع الأمراض من القرون الوسطى. توقف مشاريع المياه النظيفة هذا يعني إنه تفشي الكولير. نقص تمويل الغذاء هذا بدل على مجاعات بدول مثل اليمن والسودان وإثيوبيا. غياب برامج الدعم النفسي والتعليمي. انهيار اجتماعي. يعني حكاية توفير كم مليار فعليا معناها إعدام غير مباشر ل 14 مليون شخص. بس طبعا ماسك بيغرد. حبيت الصورة الجديدة البروفايل. سؤال: ليش في ناس بعدها بتدافع عنه؟ لأنه هالبني آدم ظاهرة مش شخص. بيضحك بالتويتر، بيشتري التويتر بيسميه اكس، بيعمل ميمز عن اللاجئين، وبيوعد انه رح ياخذ العالم على المريخ بس اللي معاهم بطاقة VIP طبعا. ماسك مش بس بيعمل مشاكل، ماسك بيغلف المشاكل بتويتر شريحة دماغية وكلمة سر. وهون الخطورة لما الشر يلبس قناع العبقرية. تعال نتخيل لو ماسك فعلا حول ذكائه لحلول إنسانية. كم شريحة نيورولينك ممكن تساعد مرضى الزهايمر بأفريقيا؟ كم قمر صناعي من ستارلينك ممكن يغطي مستشفيات بدون انترنت؟ وكم روبوت تسلا ممكن يساعد بزراعة أراضي مجاعة؟ وكم مليار كان ممكن يعمل فرق لو راح لدعم إنساني مش مستعمرات فضائية؟ بس لا، الإنسان مش مربح كفاية، المهم نروح على المريخ ونخلي الأرض تموت. باختصار العالم عم يحترق، الفقراء عم يموتوا، ومسؤولين كبار مثل ماسك عم يوفروا. بتحسهم قاعدين بهدوء بخططوا. بنوفر مليار هون، منقص تمويل هون، وهي بونصة نهاية السنة، وهالعالم بتكب لايك على التغريدات اللي بينزلوها وبتنام. بس نحن هون ما بنكب لايك على هذا الفيديو، فكب لي لايك على الفيديو وتعال لأنه صار وقت نرش على العفن كلور. إذا عجبتك هالقصة لا تنسى تعمل لايك للفيديو. ماسك ما بيحب هيك محتوى لأنه. وإذا بتشارك الفيديو ممكن تكون هي الطريقة الوحيدة لنوقف القتل الجماعي يلي لابس بدلة ذكية.